بقالي بقى كذا يوم بتفرج على فيديوهات للترند الجديد ده، بصراحة نفسي قوي اجربه. هو ترند في دبي، عبارة عن سماش برجر في عيش البراطة. تعالى بقى النهارده نعمله، بس هنمصره شوية. هنسمي الله بقى وخش لي على المقادير. نسمي الله بقى وهنجيب الميزان بتاعنا، نصفر الميزان. الوصفة دي محتاجة مننا حوالي 300 جرام مية، يعني كوباية ونص مية، نص معلقة ملح، معلقتين سكر، وهننزل نص كيلو من الدقيق. هنقلب كويس. الفطير بيحتاج مننا خدمة شوية. هنسيبها هنا بقى ترتاح لمدة نص ساعة، نرجع لها تاني. نرجع بقى بعد ما ارتاحت. انا محتاج اقسمها على 4، يعني تقريبا كل واحدة حوالي هتبقى 200 جرام. نقفلها معانا بالشكل ده. ونديها كده سنة زيت بالشكل ده، ونسيبه برضو يرتاح نص ساعة ونرجع له تاني. تعالوا بقى نكرمل البصل عقبال ما العجينة بتاعتنا ترتاح. ننزل بشوية زبدة. هنفضل نقلب البصل على نار متوسطة. ننزل عليهم بشوية سكر، شوية مية صغيرين، رشة ملح. بعد بقى ما كرملنا البصل نرجع للعجين بتاعنا ويكون ارتاح. هنرش شويه زيت الاول، وبعد كده هنجيب اول كوره معانا وهنفردها بالشكل ده. اهم حاجه اللي احنا نفردها كويس ونخليها رقيقه من كل الحروف. هنديها سنه سمنه. احنا هنطبق الاربع اجناب بالشكل ده. بعد ما نطبقهم على الاربعه نجيب الاربع زوايا وهنطبقهم بالشكل ده. وبعد كده هنبدا نلم باقي الحروف لحد ما تبقى معانا مدوره بالشكل ده. تحسوا ان هي فطيره مشلتته بس صغيره. وهنعمل باقي الكميه، هندخله في فرن على درجه حراره 180، وهو مش هياخد معانا 15 دقيقه في الفرن، بس لازم برضو كل شويه نشوفه. تعالوا بقى نحضر السماش برجر عقبال ما الفطير يستوي. مقسمين كده الكور بتاعتنا، كل كوره حوالي 100 جرام، وده وزن مناسب جدا للسماش. ننزل بحته زبده بقى على النار ونسيحها. بنجيب كرة اللحمة وبنضيقها بأي حاجة عندنا، ونكون حاطين ورقة زبدة، رشة ملح وفلفل أسود فقط، دقيقة بالظبط، وهنقلب البرجراية بتاعتنا. وهنكرر نفس الموضوع برضه، هنرش نفس التوابل، ملح وفلفل أسود، وهننزل بشريحة الجبنة بتاعتنا. برضه هيقعد دقيقة معانا على الجنب التاني. هنعمل كل الكمية بتاعتنا، وتعالى بقى نشوف الفطير استوى ولا لأ. أقسم بالله عظمة. نفتح الفطير وهنحط مايونيز وخس. واخر حاجه خالص البصل المكرمل. واقفل بقى وقول لي ايه رايك. استنى الصراحه.